فاحنا مش عارفين اي حاجه في السفر، اول مره نسافر في حياتنا، ندخل نعمل ايه، نروح فين. بقول لك انا من 5 دقايق خارج مع اصحابي وراجع البيت تاني، ببص لقيتنا احنا مسافرين. عملت لي كوبايه شاي بالنعناع، كابدا سيكا، ليبتون، علشان القعده شكلها هتطول. وازيكم عاملين ايه؟ رجعت لكم بفيديو جديد. طيب اعرف نفسي لاي حد جديد في القناه، انا احمد حبيب، مصري عايش في امريكا، مصر الجنسيه طبعا، وقريب كمان امريكي الجنسيه، فادعوا لي ناخد الجنسيه ان شاء الله. وفيديو النهارده يا شباب هيبقى حكايتي بالتفصيل الممل من ساعه ما خرجت من مصر لحد ما جيت امريكا بعد 4 سنين، وده الفيديو او الجزء الاول. طيب احكي بالتفصيل، اول ما طلعت من المطار حصل معانا ايه في الطياره، نزلت ترانزيت رحت انهي بلد، ايه اللي حصل معانا هناك، ايه المفاجآت، ايه الحاجات اللي شفتها، وكل حاجه في اول سنه حصلت معايا هيبقى في الفيديو ده، والسنه الثانيه لحد دلوقتي هحكيها في الفيديو اللي جاي. فبس بدون ما اطول عليكم يلا بينا ندخل على فكره الفيديو على طول. هات لك حاجه كده ايه، اشربها، كلها، ظبط نفسك كده علشان ايه القعده شكلها هتطول معانا. فبس يلا بينا على فكره الفيديو. طيب خلونا نرجع لسنه 2005، ودي السنه اللي تقدم لنا فيها ان احنا نيجي لامريكا. طيب اي حد عايش هنا له اخ او اخت بتقدر ان هي تقدم لك، وبعد 15 سنه، ايوه 15 سنه بتقدر تسافر. فمن 2005 خالتي قدمت لوالدتي، بعدين في 2018 جالنا القبول او ان احنا نبدا نقدم في اجراءات ونبدا نعمل تحاليل وهكذا، ونبدا نسافر على طول. فدلوقتي عدى كل ده من سنه 2005 وجينا لسنه 2019 لحد ما بقى بدا الموضوع يبقى بجد وخلاص احنا مسافرين. لان كل الفتره دي احنا ما كناش حاطين في دماغنا خالص السفر، ما كناش بنفكر فيه قد كده. احنا كنا عارفين ان احنا هنسافر بنسبه مثلا 40% بس مش متاكدين، وامتى احنا مش عارفين اصلا. فكل حاجه كانت ماسكاها خالتي ربنا يديها الصحه، هي اللي كانت ماسكه كل حاجه هنا في البلد، هي اللي بتتكلم مع السفاره، اوراقنا هي اللي بتقول لنا نعمل ايه ونروح فين وهكذا. فالمهم عملنا احنا المقابله وخلاص مع السفير وكده، واتختم لنا كلنا بالفيزا ما عدا والدي. طبعا ليه؟ لان والدي كان بيسافر اليونان، فكان لازم اللي هو يروح اليونان يجيب حاجه اسمها فيش وتشبيه تبين ان هو كان يعني تمام في اليونان وكل حاجه تمام، لان والدي عاش في اليونان تقريبا 25 سنه، فتقريبا نص حياته كانت هناك. فالمهم احنا رجعنا وكله كان تمام وخلاص مبسوطين، اخدنا الفيزا. طبعا الجوازات هم بياخدوها منك بعد كده بيبعتوها لك تاني على الاقرب بريد قريب لبيتك. فبس احنا رحنا البيت وكله تمام، وانا قاعد برضو لحد دلوقتي مش مستوعب يعني. خدنا الفيزا، انا عارف ان احنا ممكن في اي وقت نسافر، بس يعني اللي هو لما ابقى اركب في الطياره هبقى اصدق ان انا مسافر. واكشلي قبل مقابله السفاره دي بيبعتوك مكان تبدا تعمل فيه تحاليل وكده، دم وحاجات زي كده، مش فاكر كانت ايه بالظبط، بس احنا رحنا اسكندريه تقريبا يوم كامل فضلنا نعمل في التحاليل دي وعملناها وبعتناها تقريبا، وبعد كده كانت المقابله بتاعه السفاره. احنا خدنا الفيزا وتقريبا تاني يوم اهلي راحوا يجيبوا الجوازات من اقرب بريد لينا، تقريبا كان في المنصوره لان انا في المنصوره، فكان في المنصوره. انا قاعد بقول بحكي بتفاصيل فما علينا. فكان في المنصوره وراحوا وتاخروا تقريبا لحد بالليل. ده تاني يوم احنا اخدنا الفيزا، الجوازات بتتبعت فانت بتروح تاخدها. ده كان اليوم اللي احنا سافرنا فيه بالظبط. ازاي؟ تعالوا احكي لكم. طبعا انا خرجت مع اصحابي بالليل 2019، كنا مخلصين دراسه وفي الصيف والدنيا ايه اللي هو ناس رايحه وناس جايه، فخروجه بقى وبتاع وكده. فالمهم انا خرجت مع اصحابي بعد صلاه العشاء تقريبا، فضلت قاعد بره مش في دماغي اصلا، يعني قاعد بره، يعني اكيد مش هنقوم نسافر دلوقتي، يعني الدنيا كلها اتقلبت عليا. احمد فين؟ وكل الدنيا اتقلبت على اخويا الكبير برضه، حبيب فين؟ والدنيا بقى ايه اتقلبت. فانا ما حدش وصل لي، انا كنت مع اصحابي بنلف تقريبا وكده وخارجين شويه. فانا راجع عند البيت بالصدفه لقيت لمه كبيره. انا قلت اكيد في حاجه يا جدعان، انا قلت يعني استرها يا رب. فانا جريت كده ناحيه البيت، مش جريت يعني، سرعت خطوتي كده وببص لقيت في ناس بتعيط. والله زي ما بقول لكم كده ناس بتعيط يا جدعان، في يعني خير يا رب، في حاجه حصلت. دخلت البيت لقيت البيت راسا على عقب، حرفيا البيت كله متدهول. فاحنا طبعا كنا محضرين شويه شنط وكده، وزي ما قلت لكم اهلي كانوا في المنصوره بيجيبوا الحاجات بتاعتنا اللي هو الجوازات وكده. فانا دخلت لقيت بقى اولاد عمي وكده كله بقى قلب الشنط وكله بيحضر شنط وحط دي هنا ويعمل دي هنا، وعيال صغيره بتعيط وناس كبيره بتعيط ان احنا مسافرين. والدنيا انا كل ده مستوعب انا فين، انتوا مين واحنا ايه والدنيا. ايوه ايه في ايه، انتوا ايه واحنا مين ودول ايه ودول ايه. فانا داخل البيت ببص هتوحشني يا احمد، هتوحشني. تخيل يا جدعان في ايه؟ فهموني في ايه. لقيت لك ابن عمي تقريبا ولا اخويا الصغير بيقول لك يلا احنا مسافرين دلوقتي. يا ابني مسافرين فين؟ صلى على النبي. يقول لك يلا احنا مسافرين دلوقتي. ازاي ده احنا لسه واخدين فيزا امبارح. اي حبكت دلوقتي. انا بقول لك اللي بيبقى مسافر ده بقى محضر قبلها باسبوع. انا بقول لك انا من 5 دقايق خارج مع اصحابي وراجع البيت تاني، ببص لقيتنا احنا مسافرين. فكانت الساعه تقريبا ساعتها 9 كده بالليل يا شباب، واحنا طيارتنا الساعه 2 الفجر.
فكل الدنيا اهلي جم جابوا الجوازات طبعا، حضرنا الشنط وجبنا العربيه، حضرنا كل حاجه وبدانا ان احنا نتجه على الطريق. انا مش قادر اوصف لكم الفرحه ساعتها كانت عامله ازاي، لان تقريبا من 4 سنين ونص، فكنت لسه بالنسبه لي ساعتها، بالنسبه لي دلوقتي وبالنسبه لي ساعتها، فانا كنت لسه طفل. فالفرحه كانت شديده شويه كده، وفي نفس الوقت مرتبكه، اللي هو انت رايح مكان انت اول مره تشوفه، انت رايح دوله تانية، رايح مكان تاني، انت مش عارف الدنيا دي بتتكلم على ايه، ولا انت مش عارف انت رايح فين اصلا. فانت ركبت العربيه وخلاص. المهم وصلنا المطار، وصلنا متاخر على ميعادنا بالظبط، تقريبا كنا اخر ناس تدخل الطياره. فلو رجعت شويه بالفيديو كده هتلاقيني قلت لكم ان والدي ما خدش الفيزا معانا، كان لازم يروح اليونان الاول، لان والدي كان مسافر اليونان لمده طويله، فكان لازم يجيب حاجه اسمها الفيش والتشبيه. المهم احنا دخلنا المطار، ما رضوش يدخلوا والدي، فاحنا دخلنا لوحدنا، اول مره نسافر انا ووالدتي واخواتي الاثنين. فاحنا مش عارفين اي حاجه في السفر، اول مره نسافر في حياتنا، ندخل نعمل ايه، نروح فين. الساعه 2 الفجر والمطار فاضي خالص، الصاله اللي احنا دخلنا فيها يا دوبك والدي دخلنا كده ورا لهم الجواز ودخلنا شويه كده، وبعدين هو رجع تاني بقى. احنا دخلنا، اسمعوا بقى من الاول هنا يا جدعان عشان تشوفوا احنا حصل معايا ايه. المهم يا شباب، كل قرايبنا اللي كانوا معانا خرجوا في العربيه، احنا اتزقينا كده زي اللي اتزقينا، يلا بقى عيش يا معلم. اشوف وشك على خيرة الله. اللي هو في ايه اللي هيحصل يا نبي؟ ان لله وانا لا راجعون يا ابو صلاح. دخلنا مطار فاضي، ممكن احط لكم صور هنا، مطار فاضي مفيش اي مخلوق. دخلنا كده لقينا مكتب، ظابط قاعد كده بيتكلم في التليفون، وظابط لابس ابيض كده وبيتكلم في التليفون، ولا احنا هنا ولا هو شايفنا، يبص لنا كده ويبص تاني، مع احترام يعني، احلى مثال ظباط المطار. دخلنا وهو قاعد مفيش اي حاجه في دماغه. حضرتك احنا اول مره نسافر، نعمل ايه، نروح فين كده، خد الورق ده واملاه. يا عم احنا مش عارفين الورق ده بيتكلم عن ايه اصلا، يعني هو مكتوب فيه خانات تعمل ايه، بس احنا مش عارفين، ممكن حضرتك تساعدنا؟ حاضر. المهم عدينا من الليله دي، والمطار كان فاضي مفيش اي حاجه، والظابط ده اللي قاعد بيتكلم في التليفون. وعدينا من الليله دي، عدينا شويه، كتبنا شويه ورق كده، وبعدين عدينا. حطينا بقى ايه الشنط على الميزان والحاجات دي، وختمنا الباسبورتس والحاجات دي، وعدينا بقى يا شباب لحد ما دخلنا عند الطياره. تقريبا احنا كنا اخر ناس، او الناس اللي قبل يعني الاخيره توصل الطياره. دخلنا الطياره كلها متستفه وقاعده الساعه 2 الفجر، مفيش حد بيتكلم، كله بيجهز شنطه والناس مقلعه. واحنا اول مره ندخل ونشوف طياره، انا اول مره في حياتي يعني اشوف حاجه اسمها طياره اصلا. كل العلم عن الطياره ان هي بتطير في الجو. دخلت، احنا زي المعلمين كل واحد شاف له كرسي وراح قعد عليه، ما خدناش في دماغنا بقى ان في تيكت وفي رقم للكرسي وكده. كل اخويا راح قعد على كرسي، ولا اخويا الصغير رحنا قعدنا على كرسي، والدتي قعدت على كرسي، ولا في دماغنا اي حاجه. فاحنا قعدنا كده وخلاص بقى، يا الطياره هتقوم امتى، يلا عايزين نسافر. لحد ما جت مضيفه كده قومتنا وقعدتنا في اماكننا، وكان في شخص يعني قاعد جنبنا، تقريبا هو امريكي الجنسيه ولا مش عارف ايطالي ولا ايه، قاعد جنبي ما رضاش يقوم، يعني قال لا انا هقعد هنا. وكان اخويا مبدل مكانه، فسبحان الله هي جت الصدفه كده، فاخويا فضل قاعد مكانه والشخص ده فضل قاعد جنبنا. انت في السفر كده هتلاقي ناس غتت بمعنى الكلمه ممكن تضايقك، يعني افرض احنا الاربعه يا عم عايزين نقعد جنب بعض، لا انا مش هقوم انا قاعد هنا، لحد ما احنا قلنا له خلاص تمام وما عندناش مشكله، وبس اخويا فضل قاعد قدامه واحنا قعدنا مكاننا. ايه اللي خلانا نحجز بسرعه كده برضو، عشان قلت لكم احجز بالتفصيل. كانت خالتي اخت امي طبعا، هي اللي امال خالتي هتبقى مين يعني. المهم خالتي هي اللي حجزت لنا من هنا، عشان كان في حاله طارئه هنا او في ظروف هنا في محتاجانا، فحجزت لنا بسرعه، وعشان كده احنا جينا في اسرع وقت. فالمهم طلعت الطياره من هنا الساعه 2 او 2 وشويه كده، وبدانا ان احنا نتحرك. كنا متجهين على فين؟ ما كناش رايحين على طول على امريكا، لان تقريبا هتبقى 11 12 ساعه. فاحنا نزلنا فين؟ نزلنا في ايطاليا، نزلنا في روما تقريبا بتاع 3 ساعات. فالساعه 7 الصبح كده تقريبا وصلنا ايطاليا. نزلنا المطار طبعا زي كالعاده مش عارفين اي حد، فمطار ايطاليا انتوا عارفين بيبقى جاي من مصر مصريين كتير وكده، فقابلنا شويه ناس مصريين يعني كانوا رايحين على ايطاليا، فعرفونا نعمل ايه نروح فين وكده، والدنيا كانت لطيفه يعني. المهم دخلنا مطار ايطاليا، كان جامد الصراحه مش قادر انساه، ان شاء الله يوما ما هرجع له تاني. فرجعنا مطار ايطاليا، فضلنا قاعدين بقى كده تقريبا 3 ساعات لحد ما تقوم الطياره اللي رايحه من روما لحد امريكا. فحطينا شنطنا وظبطنا دنيتنا. اكشلي هم خدوا الشنط، احنا ما لمسناش الشنط، ما كانش فيه غير الشنط اللي على ظهرنا بس اللي خدناها، وبس ظبطنا الدنيا. فضلنا قاعدين بقى بتاع 3 ساعات كده في المطار. المطار كان تحفه بجد. واول صدمه خدناها اللي احنا تقريبا جبنا ازازتين ميه تقريبا كانوا ب 700 جنيه ولا حاجه من المطار. طبعا غيرنا فلوس من مصري ليورو تقريبا، وكان سعرهم غالي بالنسبه لنا. احنا قعدنا نبص لبعض كده اللي هو خلاص يعني
انت بتدفع باليورو طبيعي جدا. فالمطار كمان بيبقى حاجته غاليه، اللي هو كل حاجه غاليه، حتى السناكس والحاجات دي كلها كانت غاليه. ركبنا الطياره الثانيه اللي هي طالعه من روما على امريكا، وركبنا وخلاص وظبطنا دنيتنا وطلعنا على امريكا. الطياره كانت تحفه جدا، كل حاجه كانت تمام، مفيش حاجه يعني قلقانه لحد دلوقتي، كله كان تمام وكده. وبعد 7 ساعات او 8 ساعات تقريبا وصلنا على امريكا. هنا بدا الجد بقى واللخبطه كلها. تعالوا بقى نشوف ايه اللي حصل من ساعه لما وصلنا امريكا. فالمهم فضلنا واقفين في طابور، يعني بجد اكتر حاجه بكرهها في السفر، يعني ال3 مرات تقريبا اللي سافرتهم هو الطابور ده، او صف كبير كده كل الناس اللي في الطياره واقفه في صف واحد علشان تخدم الجوازات. فضلنا واقفين في الصف ده تقريبا لمده ساعه، ايوه ساعه بجد، بيبقى في ناس كتير جدا. وبعد ما ختمنا الجوازات جالنا حد كده مش عارف هو جاي منين وعرفنا ازاي. المهم خدونا كده على اوضه بيبقى فيها كده كذا شباك كده وناس قاعدين علشان يبداوا بقى يسالوك انت جاي فين، انت رايح لفين وكده. اخدوا الجوازات بتاعتنا كلها لموها وسابونا قاعدين كده يجي بتاع ربع ساعه. وبعد كده بقى ايه، كله بيتكلم انجليزي، انت دخلت امريكا خلاص، الدنيا جديده، انت مش عارف انت بتعمل ايه اصلا. فبس اخدوا الجوازات بتوعنا وبداوا بقى ان هم يتشيكوا كده عليها وكده. مش فاكر بالظبط حد جه سالنا على اسئله ولا لا، ممكن سال اخويا لان اخويا كان ساعتها بيتكلم انجليزي احسن مني، فممكن سالوه هو اجب. فالاسئله اللي بتكون اصلا في المطار اللي هو انت جاي لمين، رايح فين، الشخص ده ساكن فين، انت جاي تقعد قد ايه وكده. بس ما دام انت معاك جرين كارد او هتاخد جرين كارد اللي هي فيزا اصلا هجره، فالاسئله دي بتبقى خفيفه شويه، اللي هو مش بيركزوا، انت خلاص انت معاك الفيزا. فلما خدوها احنا على الاوضه دي وخدوا الجوازات مننا، احنا كنا متوترين شويه، يا ترى في حاجه حصلت، يا ترى في ايه. بس دي بتبقى حاجه طبيعيه جدا. اول حاجه في السفر او اول مره تسافر اصلا لازم بيحصل معاك الموقف ده. بيجي لك حد حتى لو انت واقف لوحدك او بياخدوك كلكم على اوضه كده، بيبداوا بقى يستوجبوك وياخدوا الجوازات بتاعتكم ويتشيكوا عليها تاني وهكذا. وبس كل حاجه بتبقى تمام. عدت كل الليله دي شباب، وبعد كده خرجنا. اول نظره ليا في امريكا الدنيا بتمطر واحنا في عز الصيف. حرفيا انا هنا اتقفلت من كل حاجه من دنيتي. فين يا جدعان العمارات بقى، فين الفلوس؟ فتخرجت من هنا. امريكا اللي انت بتشوفها في التلفزيون، امريكا اللي انت كنت قاعد حاططها في دماغك بقالك بتاع 10 سنين، انت شايف حاجه تانية خالص قدامك. طلعنا على طول، ركبنا العربيه وبدات العربيه تتحرك على طول. حتى نيويورك ما شفتهاش، يا دوبك عدينا من على الكوبري اللي هو بيقطع الولايه بتاعتنا بنيويورك والتايم سكوير والمباني العاليه وكل الحاجات دي انا ما شفتهاش خالص، يعني عدينا من جنبها وخلاص. بعد ساعتين تقريبا جينا المدينه بتاعتنا كلها شجر، حرفيا احنا في وسط غابات. انت قاعد بتشوف حاجات انت مش متخيلها، اكيد دي مش امريكا. غابات من كل ناحيه، انت ماشي في طريق. وصلنا بالليل تقريبا الساعه 7 او حاجه او 8 بالليل، فالدنيا مغيمه، انت ماشي وسط غابات، الدنيا ضلمه اكنك في فيلم رعب حرفيا. طيب وصلت البيت، وبعد كده كان بقالنا يوم كامل في السفر، يوم كامل بقى شيل شنط وروح وتحرك وطيران وقاعد ومفيش نوم ولا اي حاجه، بقالك يوم كامل. فبعد كده نمت وصحيت تاني يوم بقى، وهنا بدات بقى الرحله بتاعت امريكا كلها لحد دلوقتي. كنت انا ساعتها 15 سنه مش عارف اي حاجه في اي حاجه، الانجليزي بتاعي اصلا ميت. فبعد كده بقى ايه، فضلت قاعد في البيت لمده تقريبا شهرين. بدات بقى ان انا ادخل في ناحيه الدراسه او الثانويه العامه. اول ما بتوصل هنا امريكا وتبقى عايز تدخل الثانويه العامه او اي مدارس هنا على العموم، مش بيدخلوك كده على طول، لازم يتاكدوا ان انت المحاليل اللي هم طالبينها انك تاخدها كلها تمام. لازم تبقى متاكدين ان صحتك كويسه، علشان انت جاي من بلد او من قاره تانية هتقعد او هتقابل ناس تانية، فلازم يطمنوا على صحتك. لازم تاخد كل المحاليل اللي بيكتبوها. فاحنا وصلنا هنا تقريبا على شهر 9، وده بيبقى دخلت المدارس هنا. فضلت تقريبا شهرين مش بدخل المدارس. قدمت طبعا وكان اسمي موجود هناك، بس كان لازم التحاليل اللي انتوا عارفينها دي ان انا اخدها. كان في مكان زي مستشفى او معمل صحي كده بنروح ناخد فيه التحاليل دي. تقريبا ممكن اخد حقنتين في اليوم، 3 حقن في اليوم، مش كل يوم طبعا، بس على مده الشهرين دول. مثلا كل اسبوع مثلا بيقول لك في تحليل لازم تروح تاخده، في حاجه لازم تاخدها، في ادويه وهكذا، لحد ما فاتوا الشهرين دول وبدات ان انا ادخل المدارس بعد كده. المهم فات كل الكلام اللي انتوا عارفينه ده، وفاتت اول تقريبا شهرين كده او 3 شهور، وبعد كده دخلت على اول سنه في الثانويه العامه. كان تقريبا في شهر 10 او 11 وكده، المهم قبل 2020 بحاجه بسيطه، وندخل على اول سنه في الثانويه العامه. عارف ان في ناس كتير مستنيه القطعه دي، فيلا بينا نبدا نتكلم حصل معايا ايه في اول سنه في الثانويه العامه. حضرت شنطتي واخدت كل حاجه، سلموني لابتوب في المدرسه، دخلت. وكانت الصراحه اول سنه ما اكدبش عليك زباله. طيب ليه كانت وحشه او انا كرهتها او ما حبيتش المدرسه في اول شويه؟ طبعا لان في ناس كتير بيتكلموا بلغه تانية انت مش فاهمها، كلهم يا انجليزي يا اما في بعض الناس بتتكلم اسباني على الخفيف كده. انا اصلا ساعتها ما كنتش عارف افرق بين الاثنين، يعني مش عارف افرق بين الانجليزي او الاسباني. فما كنتش عارف صحاب، ما كانش ليا صحاب، مش عارف اي حد خالص.
بدخل الفصل او الكلاس، بقعد زي الكورس اللي انا قاعد عليه ده بالظبط، يا دوبك ببص الاستاذ وهو بيشرح وانا مش عارف اي حاجه في اي حاجه، باخد الواجب يا دوبك بروح بعمل اللي انا عارف اعمله، اللي مش بعرف اعمله خلاص بسيبه خلاص. المهم دخلت المدرسه، والمدارس هنا مختلفه غير عندنا. المدارس كلها بتبقى على الارض، يعني مش طوابق فوق بعض، لا كلها على الارض، او ممكن دورين بس، يعني في على الارض وفي دورين، اكترهم دورين. المدرس له المكتب بتاعه او الفصل بتاعه انت اللي بتروح له، مش الاستاذ اللي بيجي لنا الفصل بتاعنا، لا كل فصل فيه المكتب بتاعه، الكمبيوتر. انا ما كنتش عارف الحاجات دي، مش عارف، انا كنت دخلت اول فصل فضلت قاعد فيه حرفيا جيت 3-4 ساعات، مش عارف اروح فين ولا اجي منين. كل الناس الاقي الناس بتخرج وناس تقعد، ناس تدخل وناس جديده تقعد، لحد ما فتحت السكاجول او الجدول اللي في ايدي وبدات بقى اعرف اروح فين وكده. وريته لحد بقى فضل يساعدني، تعالى روح هنا وروح هكذا. المهم انت عارفين ان انت مش بتقعد، انت بتفضل بعد كل حصه بتخلص انت بتروح للمدرس الفصل بتاعه لحد ما بيخلص اليوم. فات اول تقريبا اسبوعين او 3 اسابيع كده، وكان عندنا حاجه اسمها اللانش بريك. ده بيبقى تقريبا في نص اليوم كده، يبقى ليك نص ساعه بتروح تاكل في اللانش. زي ما انتم عارفين هحط لكم فيديو كده. اللانش عندنا بيبقى يعني ترابيزات كتير جنب بعض كده، وكل صف بيبقى له ميعاد معين، مش كل المدرسه بتنزل مره واحده يعني. وانا كنت قاعد في اللانش لوحدي طبعا، مش عارف اي حد، كنت قاعد كده على ترابيزه لوحدي كبيره عريضه، وكل الناس بقى ايه قاعدين مع بعض وبيتكلموا كده، وانا كنت قاعد ماسك التليفون حاطط ايدي كده ومش عارف اي حاجه في اي حاجه، مش عارف صحاب، مخنوق من دنيتي، عايز اقوم البس وامشي انزل مصر، مش عايز اروح البيت حتى كده. كان في شله بنات وصبيان قاعدين على الترابيزه اللي قدامي او التيبل اللي قدامي، مليانه ناس لعين امها الترابيزه دي. المهم انا كنت قاعد كده، انا عمال ببص لهم، يعني عارف لما يبقى في ناس كتير بتبص عليك، انت بتلاحظ ان في حد كتير بيبص عليك، فانا عمال ببص لهم، ابص تحت وابص لهم تاني الاقي كل الناس بتبص عليا، ابص تحت والاقي كل الناس بتبص عليا. فانا حطيت ايدي كده زي ما انتم عارفين وببص تاني، فجاه لقيتهم كلهم حواليا. انا اتخضيت كده، طب انا اعمل ايه في السيتويشن دي؟ انا مش عارف اتكلم ولا كلمه انجليزي، مش بعرف اقول اي حاجه، حتى لا اسمي ولا اي حاجه مش بعرف اقول. ففضلوا بقى يسالوني انت قاعد لوحدك ليه، انت جيت امتى، انت اسمك ايه، وهكذا. كل ده وانا على التليفون على جوجل ترانسليت عمال بترجم لهم، انا هنا ما عنديش صحاب، انا لوحدي وكده. فبس يعني سوري ومش عارف ايه، واحنا معاك واحنا صحابك وكده، وبدات بقى اللي هو المشاعر اللي جوايا تطلع وكده، بقى اللي هو خلاص انا بقى ليا اصحاب وكده، وحتى احنا مش عارفين نتكلم اصلا مع بعض. طلعوا ورقه كبيره عريضه كده يا جدعان، بجد والله مش بهزر، كانوا بتاعي 5 بنات تقريبا وولدين او 3 ولاد، ورقه كبيره وكل واحد كتب الايميل، رقم التليفون واسمه والانستجرام، عشان انت لو احتجت اي حاجه في اي وقت تقدر تتواصل معانا على الحاجات دي، رغم ان هم معايا في المدرسه. ورقه كبيره والله، انا زعلت قوي ان انا يعني ضيعت الورقه دي، كان نفسي تفضل موجوده معايا فور ايفر يعني، بس في البيت القديم ضاعت مني مش لاقيها. المهم اتكتب فيها في صفحتين كده وش وظهر اتكتب الحاجات دي، فضلت سايبها في الشنطه بتاعتي، لما بحتاج حاجه برن على حد فيهم وهكذا، نتقابل في المدرسه، ساعدوني شويه وهكذا. فضلوا بقى واحده واحده كده يقلوا شويه ما نبقاش نتكلم لحد ما انا عرفت اصحاب جديده وهكذا. لكن فيهم 3-4 كده لسه بنتكلم لحد دلوقتي، عامل ايه وازيك وهكذا وبس، يعني مش اكتر من كده. ففات اول تقريبا 3 شهور ودخلنا على شهر 1 في سنه 2020، ودخلت علينا الكورونا وقعدونا في البيوت. قعدنا في البيوت يا جدعان، وكل حاجه بقت اونلاين على الكمبيوتر او اللابتوب بس، وانا هنا على الابيض مش بعرف حتى استعمل لابتوب، يعني مش بعرف يعني ازاي ادخل على الكلاس روم، ازاي اشوف الواجبات اللي ناقصاني، اعمل ايه وهكذا، ما كنتش عارف الحاجات دي كلها. دخلت الكورونا، كل الناس خايفه، كل الناس في بيوتها، قعدنا تقريبا شهر كامل ما بنعملش اي حاجه. بعد كده قالوا لك خلاص بقى هنبدا نستعمل على اللابتوب، دخلت على اللابتوب، فضلنا بقى نعمل الواجبات كل يوم الصبح، نقوم في ميعاد المدارس، ندخل على البرنامج اسمه زوم كده، وتبدا بقى تدخل الكلاسات، تكلم التيتشر او المستر وهكذا، وتاخد الواجبات، تعمل الواجبات اونلاين، تنام في نص الحصه، تعمل اللي انت عايزه. كلنا فاكرين الحكايه اللي حصلت دي، فانا جيت في نص الحكايه دي بالظبط. شهر تاني كنت بعمل شويه واجبات، اخويا بيساعدني، بحضر الكلاسات وهكذا، لحد ما عدت السنه الاولى ولقيت نفسي ناجح فيها، وانا ما اعرفش ولا كلمه، ومش عارف حتى اتكلم ولا كلمه انجليزي من بعد سنه، يعني تقريبا لقطت كلام خفيف جدا جدا. خلصت السنه دي، وكان ساعتها في عز الكورونا، عز ما في ناس كتير مرعوبه، كل الناس في بيوتها. في عز السنه دي انا بدات اول شغل ليا، واللي هو في المطعم اللي انا لسه شغال فيه لحد دلوقتي من 3 سنين تقريبا. فبس ده من ساعتها انا بدات شغل. بس يا شباب، ده كان الجزء الاول من حكايتي في امريكا، من اول ما كنت في مصر لحد ما سافرت، واول سنه عدت عليا ودخلت الدراسه لحد ما بدات الشغل. كل ده حكيتها لكم بالتفاصيل. استنوا الجزء الثاني هنحكي فيه حاجات تانية اكتر بكتير وتستمتعوا ان شاء الله. فبس لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك، شير، سبسكرايب. اشوفكم في فيديو جديد. كان معكم احمد حبيب، سلام. ما تنساش تعمل كومنت، ولينك الانستجرام بتاعي هتلاقوه تحت في الديسكربشن لو عايز تعمل فولو هناك. وما تنساش تعمل كومنت
يعني ضروري اعمل كومنت وقول لي رايك في الفيديو، حاجه ناقصها، حاجه عايزني اقولها في الفيديو الجاي، وبس. سلام.